السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايب قلبي طلبه اولى ثانوي في كل مكان. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن يا رب. معاكم ابراهيم وهبه، تيتشر اوف انجلش. عندكم النهارده التقييمات بالكامل. هنحل تقييمات الوزاره كلها اللي نزلت على مدار الترم كامل، بدايه من الاسبوع الاول الى الاسبوع الاخير. طب يا مستر احنا نحل ليه التقييمات دي؟ ما احنا حليناها في المدرسه. انا وانت عارفين انك لما حليت في المدرسه حليت حد بادي. ثانيا التقييمات دي بنسبه 90% شامله على الامتحان. يعني ايه؟ يعني الوزاره قايله ان بنسبه 90% افكار الامتحان مش هتخرج بره التقييمات. فحضرتك لو انت متسوح، او لو انت مش مجمع الماده كويس، او لو انت حتى مجمع الماده كويس، الفيديو ده تقدر تلم بيه الافكار بتاعت 90% من الامتحان بتاع حضرتك. فالفيديو ده مهم جدا، تركز معايا جدا جدا جدا. هنحل 120 جمله، 120 سؤال من افكار الامتحان. مستر ده 120 سؤال؟ 120 سؤال. ده انت كنت بتاخد هوم ورك يجي 300 400 سؤال كل اسبوع. ف 120 سؤال هنخلصهم سريع سريع، هنخلصهم بكل لذاذه ولطافه وحب ورقي. وصدقني صدقني صدقني ركز معايا. وانت بتحل افتح البي دي اف، هتلاقي البي دي اف اللي شغال منه ده تحت في الديسكربشن. حمل البي دي اف وافتحه على جهاز تاني وكشكولك الجميل عشان تكتب معايا النوتس اللي هنكتبها مع بعض. احنا هنكتب نوتس كتير جدا، فيا ريت تبقى مركز معايا وتفوق معايا كوبايه قهوتك جنبك، علشان صدقني الفيديو ده ممكن يخليك تجيب فوق ال 90% في الانجليش. ان كان الدرجه كام؟ 90% كنسبه وتناسب. يلا بينا نبدا، وهنبدا بالاسئله اللي تشوز. تعال نبدا. عندك النهارده مجمعين لحضرتك اكتر من 100 سؤال، حوالي 120 سؤال من التقييمات بتاعت حضرتك. تعال نبدا. اول سؤال بقول لك فاطمه prefers، فاطمه بتفضل to keep، ان هي تحافظ على الايه schedule. يعني ايه schedule يا جماعه؟ schedule يعني جدول زمني. schedule معناها جدول زمني. فاطمه بتحب ان هي تحافظ على نقط الجداول الزمنيه. علشان she never forgets her tasks، عشان هي ما تنساش ابدا المهمات بتاعتها. يبقى هي كده بتعمل جدول زمني ايه؟ organized ولا social ولا freelanced ولا lasted؟ طبعا organized. يعني ايه organized يا جماعه؟ organized معناها منظم، بتعمل جدول منظم عشان ما تنساش اللي عليها. social يعني اجتماعي، اكيد مش جدول اجتماعي. lasted مستمر، طبعا اكيد مش جدول مستمر. وفريلانسد اللي هو حد شغال، يعني مش في شركه، حد شغال لوحده كده، فدي اسمها فريلانسد طبعا. طيب رقم 2 بقول لك the movie was ready نقط، الفيلم كان نقط جدا. عشان كده he watched it twice، عشان كده هو شافه مرتين. هو شافه كم مره يا بابا؟ مرتين. يبقى الفيلم كان awesome ولا dull ولا excited ولا joined؟ طبعا كان awesome. awesome معناها يا جماعه رائع. طب هي يعني ايه dull دي؟ dull دي يعني ممل. هو لو الفيلم ممل كان هو شافه مرتين؟ مش منطقيه طبعا. فالاجابه تبقى awesome علشان هو شافه مرتين، فيبقى ده معناه ان الفيلم ايه؟ رائع. طيب تعال نكمل. رقم 3 ادهم maintains. ادهم يا جماعه بيثبت او بيثبت او ماشي بخطى ثابته. maintains يعني يمشي بخطى ثابته، يعني محافظ على نقط دايت. على دايت ايه؟ ماشي على دايت ايه؟ to stay healthy، عشان يبقى بصحة جيدة. يبقى ده معناه ان هو ماشي على دايت ايه؟ tiresome متعب؟ لا طبعا. lasting يعني مستمر او مستدام او الى ما لا نهاية؟ لا طبعا. balanced ولا social؟ متوازن ولا اجتماعي؟ طبعا متوازن، لان بالانس دي ما دام متوازن فهو ماشي على دايت متوازن عشان يحافظ على صحته. طيب بعد كده عندك in the 18th century، في القرن ال 18 people not traveled by airplane، الناس not يسافروا بالطياره. بقول لك في القرن ال 18 يا جماعه، هل كان في طيارات اصلا؟ لا ما كانش فيه. يبقى الناس كانوا didn't ولا weren't ولا never ولا always. طبعا هنا بعد النقط لو انت ركزت هتلاقي مكتوبه travel ولا traveled. traveled. وترافل دي يا جماعه يعتبر فعل ايه؟ باست، ماضي. يعني الفعل في التصريف الايه؟ الثاني، في السكند كونجنكشن، في التصريف الثاني. طب انت طبعا هتفتكر ان بما ان الجمله ماضي فانت لما تيجي تنفي هتنفي بديدنت، وطبعا ده غلط جدا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ليه غلط؟ تعالى هقول لك. قرب بس هفهمك والله. بص، عندك في الماضي لو الجمله
ماضي. لو الجمله ايه يا حبيبي؟ ماضي. لو انت هتنفي ب didn't، لو انت هتنفي بايه؟ didn't، حط بعدها verb infinitive. يعني ايه infinitive؟ يعني مصدر. يعني لو هقول didn't تاخد travel مش traveled. اما لو انت عايز تنفي وتحط في نفس الوقت الدي او الاي دي او الاي دي، قول never. يبقى لو انا قلت never traveled، طب didn't travel، تعال نعملها على مثال كمان على يلعب. يلعب يعني ايه هو؟ play، الماضي منها ايه؟ played. لو انا قلت didn't تاخد play ولا played؟ لا play، didn't play عشان فعل مصدر. اما لو انا هقول never او never play ولا never played، لو الجمله ماضي يعني طبعا never ايه؟ played. صعب الكلام ده. فبما ان هنا الفعل جاي traveled فهو تصريف تاني فهو ماضي، فانا مش هينفع اقول didn't، لان didn't يا جماعه بيجي بعدها infinitive فعل مصدر. فاللي هتنفع هي كلمه يا جماعه never. Number 5 بقول لك محمد not enjoy the party. محمد not مبسوط بالحفله because he was very tired. اصل هو كان تعبان قوي، كان بيموت من التعب يا جماعه. يبقى هو اتبسط بالحفله ولا ما اتبسطش؟ ما اتبسطش. طب الجمله هنا زمانها ايه؟ لو انت ركزت هتلاقي هنا he was، معناها ان هو زمانها ماضي، والجمله اللي بيبقى زمانها ماضي بننفي بايه؟ didn't مصدر. بنفي بايه؟ didn't مصدر. يبقى didn't plus enjoy، طبعا ده الفعل المصدر. طيب تعال نكمل. نمبر 6 بقول لك ذا author. لو قلت لي يا جماعه hosted بيستضيف، hosted معناها يستضيف. يا جماعه بيستضيف an exciting ايه؟ نقط حماسي وشيق ورائع، حماسي وشيق ورائع for doctors للدكاتره last week الاسبوع اللي فات. طيب يبقى هو استقبل او استضاف نقط رائع للدكاتره. ريس سباق، الدكاتره هيتسابقوا كل واحد يمسك السماعه بتاعته ويجري بيها؟ طبعا لا. كومبيتيشن مسابقه دكاتره؟ طبعا لا. ايفنت ولا تيم وورك؟ طبعا ايفنت. ايفنت يعني ايه يا جماعه؟ يعني حدث. يعني حدث زي مهرجان يا جماعه او اجتماع مؤتمر، تقدر تقول عليه ان هو ده ايفنت. طيب ذات كام ايه؟ نقط الهادي ده. كام يعني ايه؟ هادي. كام يعني ايه بابا؟ هادي. of the music للموسيقى help me relax ساعدتني ان انا استرخى. ساعدتني ان ايه يا بابا؟ استرخى. يبقى ايه الهاديه للموسيقى هي اللي ساعدتني استرخى؟ rhythm ولا difference ولا break ولا affect؟ طبعا affect يعني يؤثر، difference يعني اختلاف، we break يعني يكسر او يعني راحه، ورزم رزم يعني قافيه او نغمه. طبعا هي دي اللي هتنفع، اللي هي رزم، القافيه الهاديه او النغمه الهاديه للموسيقى ساعدتني انها استرخى. This restaurant المطعم ده يا جماعه offers بيوفر لنا a lot of meals نقط للوجبات to choose from عشان تختار منهم. يبقى هو بيوفر لنا ايه؟ vary ولا varied ولا various ولا variety؟ طبعا هتبقى variety. يعني ايه variety يا جماعه؟ يعني مجموعه متنوعه من مجموعه متنوعه من مجموعه متنوعه من مجموعه متنوعه من. يبقى variety of مجموعه متنوعه meals الوجبات، يبقى مجموعه متنوعه وجبات. يبقى المطعم ده بيجيب لنا وجبات كتير قوي عشان نختار ما بينهم. تعال نكمل. Number 5 أو number 9. He not in Aswan in 1969. هو not في أسوان سنة 1969 يا جماعة. هو ولد ولا اتولد؟ اتولد. يبقى دي كده active ولا passive؟ passive. هو ايه الباسيف ده يا مستر؟ passive ده يا بابا يعني المبني المجهول. ايه المبني المجهول ده؟ يعني الجملة تبدأ بالمفعول، الجملة هتبدأ بالمفعول، الجملة هتبدأ بالمفعول. هو ولد في أسوان ولا اتولد؟ اتولد. يبقى هو فعل ولا مفعول؟ مفعول. قول ورايا كده بقى في زمن الماضي، قول ورايا كده في الزمن الماضي، قول ورايا كده في الزمن الماضي. لو مفعول was aware will be. لو مفعول was aware will be. مش سامع. لو مفعول was aware will be. فهتبقى was born. يبقى جيت قلت لك الانجليزي ذاكر ولا اتذاكر امبارح؟ اتذاكر. يبقى studied ولا was studied؟ was studied. طب ليه؟ عشان انجلش هنا مفعول مش فاعل. مش هو اللي بيذاكر او مش هو اللي ذاكر، هو اللي اتذاكر. فهو مش فاعل، هو مفعول. جبت لك التيشيرت ده غسل ولا اتغسل امبارح؟ اتغسل. فده كده فاعل ولا مفعول؟ مفعول. يبقى اقول ووجد ولا was washed؟ was washed. يبقى يلا مع بعض. لو مفعول في الماضي was aware will be. لو مفعول في الماضي was aware will be. طيب how long ago not from Cairo University. هو انت بقالك قد ايه او هي بقالها قد ايه متخرجه من جامعه القاهره؟
did she graduate ولا she graduated ولا graduated she ولا was she graduating. طبعا ago دي كلمة دالة على الباست، زمن الماضي البسيط. طيب بالراحة بقى كده، احنا هنا دي جملة عادية، دي sentence عادية ولا question؟ ده question، ده سؤال. والسؤال انا فاكر ميس ابتسام واحنا صغيرين في ابتدائي كانوا بيقولوا لنا ان احنا نحط فعل مساعد ثم فاعل ثم فعل اساسي. يعني كان بيقول لك الهيلبنج فيرب بعدها السبجكت بعدها الفيرب الاساسي عندك. يبقى هنا هتبقى ايه يا جماعه؟ she graduated ولا did she graduate؟ did she graduate لما كنا بنعمل علامه المقص يا جماعه. طيب تعالوا نكمل. Number 11. Volunteering in the community can really make a not for people in need. التطوع في المجتمع. Volunteering التطوع في المجتمع. In the community في المجتمع can really make a not. يقدر فعلا ان هو يعمل نقط for people in need للناس اللي محتاجة. يبقى ان انا اعمل تطوع او ان احنا نتطوع للمجتمع يا جماعة، ده هيعمل ايه للناس اللي محتاجة؟ هيعمل مس فوضى؟ طبعا لا، ده احنا بنساعدهم. نويز دوشة؟ لا برضو. excuse عذر؟ لا. difference فرق؟ ده هيعمل فرق كبير قوي او هيعمل اختلاف كبير قوي بالنسبة للناس اللي محتاجة، يعني هيعمل لهم فرق، هيحسوا بتحسن. طيب a clear workspace المكان بتاع العمل النظيف او الجيد helps employees بيساعد الموظفين stay ايه ان هم يبقوا ايه and complete tasks efficiently وان هم يكملوا التاسك بتاعتهم، ان هم يكملوا المهام اللي وراهم efficiently بطريقه كفء جدا. يبقى المكان الجيد بيساعد الموظفين ان هم stay ايه stay careless ان هم يفضلوا مهملين؟ لا، careless معناها مهمل. ميسي فوضويين؟ طبعا لا. طيب distracted مشتتين؟ طبعا لا. calm هاديين، لو المكان رايق ونظيف ساعتها هم هيشعروا بالهدوء وهم بيأدوا عملهم. طيب during أثناء the meeting أثناء الاجتماع everyone كل واحد was encouraged تم تشجيعه to not opinion frankly ان هو يعبر عن رأيه بحرية تامة. هنا يا جماعة هنختار make ولا express ولا avoid ولا expire. تعال نترجم. make يعني يعمل، avoid يعني يتجنب، we express يعني يعبر، we expire يعني ينتهي صلاحيته. فطبعا يا حبيبي بقول لك ان اثناء الاجتماع كل واحد تم تشجيعه ان هو نقط عن رايه، ان هو يعمل عن رايه ولا يتجنب عن رايه؟ لا طبعا. طب ينهي صلاحيه رايه؟ اكيد لا، هي يعبر عن رايه، فهتبقى letter B اللي هي express يعني يعبر عن رايه. Number 14 in the past في الماضي. Some people هو الراجل المحترم جدا قال لك ان هي جمله في الباست يعني في الماضي. بعض الناس not believe the earth was flat. يا جماعه الناس زمان كانوا فاكرين ان الارض مسطحه flat مش كرويه، كانوا فاكرين الارض ايه؟ مسطحه. طيب use ولا were using ولا used ولا were used to؟ نمسك العقل بالراحه. هنا الجمله باست فطبيعي ان انا اجيب ماضي. الماضي من used to هي ايه؟ used to صح؟ غلط. ليه بقى؟ لان اصلا used to دي معناها اعتداء. لو انا قلت لك used to مش معناها اعتاد على نفسه، فهي في الماضي يا جماعه لما اجي اقول لك كلمه used to دي معناها كان متعود على حاجه وبطل يعملها. قول ورايا كده والنبي used to كان متعود وبطل. ورايا والنبي used to كان متعود وبطل. مش سامع والنبي used to كان متعود وبطل. طيب ففي الناس يا جماعه زمان كانوا متعودين ان هم يعتقدون ان العالم او ان الكره الارضيه فلات مسطحه، بس هما بطلوا يعتقدوا الناس عقلت شويه، فده طبعا ماضي. طيب used to ولا were used to؟ ما هما الاثنين ماضي يا مستر. هقول لك يا حبيبي used to بس بعدها infinitive مصدر. اما were used to معناها برضو كان متعود وبطل على فكره، بس were used to دي بيجي بعدها يا اما verb gerund ing يا اما noun اسم، يا اما ing يا اما ايه اسم، يا اما ing يا اما ايه اسم. فهتبقى used to ولا were used to؟ طبعا letter B اللي هي used to. 15 did you not the lost map؟ هل انت وجدت الخريطة الضيعة؟ found find had found were found. بالراحة هنا الجملة بدأ بإيه؟
بدد. واحنا اتفقنا من شويه يا جماعه ان لو في اي فعل مساعد من هما دو او does او did بيجي بعدهم دايما verb ايه؟ infinitive مصدر. يبقى هقول did you found ولا find معناها يا جماعه يجد. والماضي منها ايه؟ الماضي منها found يعني ايه؟ وجد. يبقى دي مضارع ودي ماضي. ولكن خلي بالك واحذر عشان مش عارف ليه قلبي بيقول لي ان انت هتلاقي حاجه زي الشبه اللي انا هقولها دلوقتي دي في الامتحان. ايه هي بقى؟ انت عارف ان find يعني يجد، الماضي منها احنا قلنا found. هقول لك شاطر جدا. وفايند معناها ايه يا حبيبي؟ يجد. هقول لك انت راجل ممتاز، راجل 10 على 10 100 اسطوره. بص بقى هنا في كلمه اصلا بقى اسمها found والماضي منها founded. ايه ده؟ يعني اصلا في كلمه اصلا المصدر بتاعها او المضارع منها هو found والماضي منها ايه؟ founded. طب هي found و founded دول بقى معناهم ايه؟ found معناها يؤسس. الماضي منها found اللي هي ايه؟ اسسها. يبقى خلي بالك والنبي ارجوك اتوسل اليك. لو قلت يا جماعه انا بفكر ان انا اجد شركه ولا بفكر ان انا اسس شركه. يبقى اقول I'm thinking about، انا عمال افكر في finding a company ولا founding a company. لان found معناها ايه؟ يؤسس والماضي منها founded. فانت بالله عليك تركز، بالله عليك ايه؟ تركز. هل هنا هو اسس الخريطه الضيعه ولا وجد الطريقه الضيعه؟ وجد الخريطه الضيعه فقلنا find. اما لو كانت مثلا هل انت اسست الشركه اللي انت اتكلمت عنها، كنا ساعتها هنختار كلمه ايه يا جماعه؟ found، لان هي found هنا اصلا فعل ايه؟ مصدر. طيب تعال نكمل. نمبر 16 he bowed. يعني ايه bowed يا جماعه؟ bowed يعني انحنى. يعني ايه؟ انحنى. في يونت 7 اللي هو اول يونت عندك كنا بنقول ان الصينيين او اليابانيين لما بييجوا يحيوا بعض او يسمعوا بعض زي bow to each other. يعني ايه bow to each other؟ يعني بينحنوا، بيعملوا كده في الافلام نيها صح كده؟ فدي تعتبر يا بابا انحناء. يبقى bow معناها انحناء. politely بأدب when he met his teacher. هو انحنى بكل احترام لما قابل المدرس بتاعه. هو بقى عايز synonyms، عايز مرادفات لكلمة bow. قلنا bow يعني ايه؟ ينحني. بتساوي ايه؟ lean ولا jump ولا bend ولا run ولا stand straight؟ بالراحة. احنا قلنا bow يعني ايه؟ يميل صح او ينحني. بتساوي lean يا جماعة. lean معناها يستند على او ينحني. jump ينط؟ لا. run يعني يجري؟ لا. stand straight يعني يقف مستقيم كده؟ لا، هو كده مش بينحني، ده كده عكسها اصلا. وما هتبقى يا جماعه bend برضه معناها ينحني. طيب regular exercise، التمارين المنتظمه improves your fitness، بتحسن من لياقتك البدنيه. the antonyms، المضادات لكلمه fitness معناها لياقه بدنيه. عكسها ايه fitness بقى دي يا حبيبي؟ هل عكسها health ولا weakness ولا strength ولا unfitness ولا power؟ بالراحه. فتنس يعني قوه بدنيه او لياقه بدنيه. هل بتساوي هيلث بتساوي صحه؟ لا، ما هو انا ممكن ما ابقاش لائق بدنيا، ممكن ما ابقاش عضلات بس يعني صحتي كويس فمش هيلث. وهو اصلا بيدور على الانتم. انا نسيت الحوار ده. انتم يعني ايه؟ مضاد. يبقى هو بيدور على مضاد الفتنس. الفتنس يا جماعه قلنا يعني لياقه بدنيه. عكسها ايه؟ عكسها الصحه؟ لا. عكسها ويكنس الضعف؟ او طبعا ويكنس تنفع. سترينث القوه؟ لا. باور قوه؟ لا. unfitness هي باينه من اسمها اصلا. fitness عكسها unfitness. طيب number 18 I check the schedule. انا فحصت الجدول، جدول مواعيد يعني before the exam، قبل الامتحان. the synonyms، المرادفات لكلمه schedule ايه هي؟ schedule قلنا معناها جدول زمني. عايز كلمات بتساويها في المعنى. بتساوي اجنده ولا confusion ولا time table ولا disorder ولا chaos؟ بالراحه. طبعا هي زي اجنده لان اجنده برضو معناها زي خريطه كده زمنيه او جدول مواعيد. confusion يعني ارتباك؟ لا. disorder يعني عدم ترتيب؟ لا. chaos يعني فوضى؟ لا. time table يعني جدول مواعيد؟ تنفع طبعا. punctuality يعني ايه punctuality يا جماعه؟ الالتزام بالمواعيد. punctuality يا جماعه
is important مهم جدا in our life في حياتنا. الالتزام بالمواعيد يا جماعه مهم جدا في حياتنا. the antonyms المضادات لكلمه punctuality. عكس كلمه punctuality قلنا punctuality معناها الالتزام بالمواعيد، عكسها ايه بقى يا حبيبي؟ هل عكسها timelines ولا delay ولا promptness ولا accuracy ولا lateness؟ بقول لك التزام بمواعيد يبقى تفتكر عكسها ايه؟ طبعا lateness تاخير، وطبعا ديلاي برضه معناها ايه يا جماعه؟ تاخير. يبقى punctuality الالتزام بالمواعيد عكسها ديلاي و lateness. ديلاي و lateness. طيب تعال نكمل. number 20 students الطلبه should show respect يجب ان هم يظهروا الاحترام. يجب ان هم يظهروا الاحترام to their teachers للمدرسين. عايز السينونيمز بتاعت كلمه respect يعني احترام. هو عايز سينونيمز، عايز مرادفات. احترام بتساوي ايه؟ بتساوي admiration اعجاب، وطبعا تنفع. انا بحترمك يعني انا بقدرك، معجب بيك. rudeness يعني وقاحه، لا طبعا. disrespect عدم احترام، لا طبعا. طب appreciation ولا insult؟ طبعا insult يا جماعه يعني يهين، فطبعا لا. appreciation يعني تقدير اللي هو بقدرك يعني بحترمك، يبقى برضه بتساوي respect. يبقى الاجابه هنا تبقى letter A and letter D. a cold drink on a hot day. والله لما يبقى في مشروب ساقع في يوم سخن كده is very refreshing. دي بتبقى حاجه منعشه. الواحد بيشرب كوبايه V7 كولا كده عشان مقاطعه، وكوبايه تلج في يوم حر الواحد ما بيبقاش مستحمل الجمال. The antonyms of refreshing عكس كلمه refreshing. refreshing يعني يا جماعه منعش. عكسها ايه؟ عكسها exhausting مرهق، تنفع طبعا. عكسها cool بارد، لا. stunned يعني رائع كده او جميل، لا برضه لان هي مش عكس refreshing. طب tiring ولا pleasant يعني سعيد، لا برضه tiring يعني متعب. طبعا عكس كلمه منعش حاجه متعبه، انا منتعش عكسها انا تعبان، تمام؟ يبقى تبقى tiring. طيب number 22 the school encourages students المدرسه بتشجع. encourages معناها تشجع students الطلاب to work together عشان يشتغلوا مع بعض. to create a sense of ايه؟ عشان يخلقوا روح من ايه؟ روح من اليونيتي الوحدة، ولا heritage التراث، ولا culture الثقافة، ولا treasure الكنز. طبعا الإجابة هتبقى unity الوحدة. وهم لما يشتغلوا مع بعض هيتعلموا ازاي يتحدوا مع بعض، هيتعلموا حاجة اسمها team work العمل الجماعي. يبقى unity معناها اتحاد أو وحدة. وحدة مش اللي هي وحيد، وحدة اللي هي اتحاد مع بعض يعني. heritage يعني تراث، cultural يعني ثقافة، وtreasure يعني كنز. When I was in Alex لما كنت في اسكندرية I not in the sea every day. لما كنت في اسكندرية كنت بعوم في البحر كل يوم. طبعا when I was ده زمان ماضي، فأنا كده عرفت إن الجملة ماضي. طب الماضي swam ولا swam letter B. Our house not in 2010 بيتنا نقعد سنة 2010. ده اللي حكيته لك من شوية، فاكر؟ هو البيت يا حبيبي هو اللي بنى ولا اتبنى؟ يبقى كده البيت ده subject ولا object؟ يعني ايه بس؟ يعني فعل ولا مفعول يا صاحبي؟ مفعول. طب طالما مفعول يا حبيبي افتكر كده، لو مفعول في الماضي was aware will be مش سامع. لو مفعول في الماضي was aware will be فهتبقى built؟ لا، هتبقى was built. 25 The effects of the medicine can not for up to 6 hours. الآثار effects يعني الآثار. آثار الميديسن، آثار الدواء يا جماعة يمكن إن هي نقط for up to 6 hours لمدة تصل إلى 6 ساعات. يبقى تأثير الدواء يا جماعة عايز أقول إن هو بيستمر أو بيدوم، يبقى اسمها last up to. احفظ الإكسبريشن ده مهم جدا. last up to last up to last up to last up to معناها يستمر حتى. last up to يستمر حتى.
حتى last to يستمر حتى. يبقى جيت لك مثلا امتحانات يا جماعه هتستمر لحد يوم 25، يبقى هقول لك the exams last up to 7 days او 5 days مثلا على حسب امتحاناتك في قد ايه. طيب she used to wear glasses، هي كانت متعوده ان هي تلبس نظاره but now she ايه. بص كده she used to هي كانت متعوده، قلت لك من شويه used to يعني ايه، كان متعود وبطل. هي كانت متعوده تلبس نظاره وبطلت but now بس هي دلوقتي لسه بتلبس نظاره ولا بطلت؟ قلنا بطلت. يبقى هي بتلبس نظاره ولا مش بتلبس نظاره؟ مش بتلبس نظاره دلوقتي. دلوقتي ده زمان يا جماعه، ماضي ولا مضارع؟ مضارع، ده present. طب هو البريزنت هنفي ب didn't ولا ب doesn't؟ طبعا doesn't letter B. طيب خد بالك بس من حاجه وابوس ايديك علشان برضو بص قلبي ويقول لي دي جايه، قلبي يقول لي دي جايه، ركز معايا. شايف use to جاي بعدها ايه؟ wear يعني ايه؟ يرتدي، تمام؟ فانا هنا لما جيت انفي نفيت بايه؟ ب doesn't، صح؟ طيب لو هنا مكان wear ده في فعل be اللي هي كلمه be، شايف be دي؟ لو جت be كنا هنختار isn't. طب اي فعل تاني غير be كنت هختار doesn't. بصراحه مش فاهم. يعني لو انا بقول لك she used to play هقول doesn't، she used to study هقول doesn't. ابوس ايدك ركز في دي علشان دي انا بقول لك بنسبه 90% جايه، بنسبه 90% جايه. she used to eat doesn't، she used to sleep doesn't، she used to study doesn't، she used to run doesn't، she used to walk doesn't، she used to go doesn't، she used to be isn't. يبقى اي فعل في الدنيا يا جماعه لما اجي انفي ب don't و doesn't، لما اجي انفي هنا انفي ب don't وايه doesn't. بس لو لقيت be هقول isn't ولا don't ولا doesn't. يبقى اي فعل في الدنيا هقول don't و doesn't ما عدا فعل be. اول لما تلاقي she used to be اعرف ان هي تبقى isn't او aren't او am not، isn't او aren't او am not. طيب he not playing tennis at the club، هو كان متعود يلعب كوره تنس في النادي. is used to was used is used for ولا no longer. طب تعال نشوف no longer يا جماعه بيجي بعدها present simple مضارع بسيط. ومضارع بسيط يا جماعه طبعا احنا عارفين ان هو بيبقى الفعل مصدر او فعل فيه ايه اس اي اس اي اي اس، يعني اما بلاي يا اما بلايز. كنا بنغنيها كده مضارع بسيط مصدر اس، مضارع بسيط مصدر اس، مضارع بسيط مصدر اس. يبقى no longer يا حبيبي دي مش هتنفع عشان هي بيجي بعدها يا اما مصدر يا اما ايه اس. طيب was used غلط. ليه غلط؟ عشان was used لازم يجي بعدها to. طب is used to ولا is used for؟ طبعا is used to. طب ليه يا بابا؟ عشان معناها هو متعود ان هو يلعب تنس. طب لو انا قلت is used for معناها ايه؟ معناها تستخدم فيه. هل هو بيتم استخدامه في لعب التنس؟ اكيد لا، ده بني ادم يعني، اكيد الناس مش بتستخدمه في التنس. تستخدم فيه. يبقى هتبقى is used to وبيجي بعدها ing معناها متعود. معناها ايه يا بابا؟ متعود. طيب number 28 the farmers المزارعين يا جماعة are worried قلقانين جدا about the changes بسبب التغيرات in the ايه. المزارعين قلقانين من التغيرات في الايه؟ في الكلايمت في المناخ ولا physics اللي هي الفيزياء ولا chemistry اللي هي الكيمياء؟ اكيد المزارعين مش هيقلقوا على قوانين الفيزياء والكيمياء. طيب destination مكان الوصول طبعا لا، قلقانين طبعا من الايه؟ من المناخ لان هو ده اللي بيأثر على التربه والمحاصيل بتاعتهم. طيب he used to come late but now he ايه؟ انا مش انا اللي هحل والله، انت اللي هتقول. هنا used to اهي جه بعدها بي ولا جه بعدها فعل تاني غير بي؟ بعدها فعل تاني غير بي، يبقى اقول isn't ولا doesn't. طب نرجع تاني، لو هنا بدل كم دي كانت بي لقيت كنت هختار ايه يا جماعه؟ كنت هختار isn't. اوكي. he no longer trains as he not هو ما بقاش يتمرن زي ما هو كان متعود. زي ما هو كان ايه؟ متعود. يبقى used to do كان متعود وبطل، كان متعود وبطل. 31 the company الشركة. company يعني الشركة. provides بتوفر high quality A نقط جودتها عالية at B affordable prices أسعار على قد الإيد.
باسعار على قد الايد. الشركه بتوفر نقط جودتها عاليه باسعار على قد الايد يا جماعه. goods ولا means ولا faith ولا bridges. ترجم معايا واحده الله يسترك. وبما ان انت دلوقتي متسوح وبنسبه كبيره انت متسوح طبعا تتفرج على دلوقتي، فترجم معايا واحفظ الكلمات دي. goods يعني بضائع مهمه جدا. faith اللي تحتها معناها ايمان. means معناها وسائل. bridges معناها كباري. فيا جماعه تفتكروا الشركه دي بتوفر ايمان جودته عاليه بسعر مناسب؟ طبعا ايمان لا. طب كباري بتوفر كباري بسعر جوده عاليه بسعرها قليل؟ لا طبعا. طب مينز وسائل ولا جودز بضائع؟ طبعا الاولى. جودز يا جماعه بضائع، بتوفر بضائع هاي كواليتي جودتها عاليه بس بايه؟ باسعار تنافسيه او اسعار مناسبه. education التعلم كان ايه؟ يمكن يقدر ان هو ايه؟ a person's life حياة البني آدم completely بشكل تام. يقدر ان هو harm يأذي؟ لا طبعا. ignore يتجاهل حياة الإنسان؟ لا طبعا. طب transform ولا delay؟ transform معناها يغير. delay معناها يأخر. فالتعلم هو اللي بيأخر حياة الإنسان ولا بيغير حياة الإنسان؟ بيغير حياة الإنسان. تبقى letter C. طيب hard work العمل جاد is the best ايه؟ هو افضل ايه to achieve success عشان تحقق النجاح بتاع حضرتك؟ هو افضل identity ولا means ولا harmony ولا empathy؟ تعال نترجم. identity يعني هوية. harmony يعني انسجام. means يعني وسيلة. empathy يعني تعاطف. فأنا بقى عايز أسألك إن العمل الجاد هو أفضل انسجام عشان تحقق نجاحك ولا أفضل هوية ولا أفضل تعاطف ولا أفضل وسيلة؟ طبعا أفضل وسيلة اللي هي letter B اللي هي بتبقى means معناها وسيلة أو وسائل. طيب 34 your cousin ابن عمك ولا ابن خالتك ولا بنت عمتك ولا بنت خالتك يا بنت نقط at the community center last summer نقط في مركز المجتمع last summer. ايه last summer يا جماعه؟ الصيف الماضي. بما ان هو الصيف اللي فات الصيف اللي فات ده يبقى زمن الباست زمن الماضي والماضي هيبقى التصريف الثاني. الماضي البسيط التصريف الثاني تبقى held. The young men الشباب not to be filled by the just هم عايزين نقط ان هم يبقوا علماء احياء ميدانيين. يعني علماء احياء بينزلوا على الارض وسط الطبيعه وياخدوا عينات والحاجات دي. are taught ولا teach ولا are teaching؟ بالراحه. الشباب الصغير هو اللي بيدرس ولا بيتم تدريسه؟ بيتم تدريسه. يا الشباب الصغير هو الفعل ولا هو المفعول؟ هو المفعول. طب بما ان هو المفعول يبقى انا هستخدم ايه يا جماعه؟ verb to be والبي بي. لو مفعول verb to be والبي بي. فاكر في الماضي كنا بنقول ايه؟ لو مفعول في الماضي was aware والبي بي. مش سامع. لو مفعول في الماضي was aware والبي بي. قول بقى ورايا. لو مفعول في المضارع تفتكر يا جماعه تبقى ايه؟ بدل was aware ما هي ماضي هتخليها am is are لان هي ايه؟ مضارع. يبقى ورايا كده لو مفعول في المضارع am is are والبي بي. مش سامع. لو مفعول في المضارع am is are والبي. يبقى يلا معايا. لو مفعول في الماضي was aware والبي بي. لو مفعول في المضارع am is are والاي ان جي والبي بي. سوري انا اسف. يبقى تبقى are taught اللي هي letter A عشان هم اللي بيتم تعليمهم. فهنقول am is are والبي بي. طيب number 36 her strong A not القوية خاصتها helped her ساعدتها remain إن هي تفتكر أو تبقي hopeful in difficult times إن هي تبقى على بعض الأمل أو تفضل عندها طموح يعني أو أمل أو اسمها إيه؟ تفاؤل يعني in different times في أوقات مختلفة جدا. curiosity فضولها هو اللي خلاها متفائلة؟ طبعا لا. prejudice الكباري هي اللي خلتها متفائلة؟ طبعا لا. طب جودز قلنا جودز يعني ايه؟ لو انت جدع اقسم بالله تبقى جدع جدا جدا جدا. لو افتكرتها جودز معناها بضائع.
البضائع هي اللي خلتها متفائله؟ طبعا لا. امال هتبقى لتر سي faith، الايمان، ايمانها بالله هو اللي خلاها تفضل متفائله رغم الاوقات الصعبه. showing ايه؟ اظهار الايه. showing يعني اظهار، show يعني يظهر، يبقى showing معناها اظهار. not allows us بتسمح لنا to understand ان احنا نفهم others feelings مشاعر الاخرين. اظهار الايه ده بيسمح لنا ان احنا نفهم مشاعر الاخرين يا جماعه. اظهار الايه؟ curiosity اظهار الفضول، ده هيخلينا نفهم مشاعر الناس الثانيه؟ لا طبعا. identity هويه، لا طبعا. empathy ولا means؟ قلنا means معناها ايه؟ وسيله. اظهار الوسيله هيخلينا نفهم مشاعر الاخرين؟ لا. وما هتبقى letter B empathy. empathy يعني تعاطف. اظهار التعاطف يا جماعه هو اللي هيخلينا نشعر بمشاعر الاخرين. children الاطفال often ask a question، عاده ما بيسالوا اسئله out of natural ايه؟ بتبقى نابعه من النقط الطبيعيه، بتبقى نابعه من الهارموني الانسجام الطبيعي؟ لا. بتبقى نابعه من الفيث الايمان الطبيعي؟ مستحيل. جودز البضائع الطبيعيه؟ مستحيله. وما تبقى لتر ايه؟ لتر سي. يعني كيوريستي، يعني كيوريستي الفضول. هو الانسان وهو صغير دايما بيسال اسئله فضوليه، اللي هو بابا هي اللعبه دي بتشتغل ازاي؟ ماما هو انت بتعملي الفرخه ازاي؟ ماما هو انا عايز اقص شعري بقصه ازاي؟ كده بيقعد يسال اسئله تنحى زيه. فدي بتبقى يا جماعه الفضول. لا. 39 my sister اختي not working with the children not بالشغل مع الاطفال. اختي بتتبسط بالشغل مع الاطفال. هنا بتكلم يا جماعه عن حاجه in general، وركز معايا، لان لو انا بتكلم عن حاجه in general يعني حاجه في العموم، بيبقى ده اسمه زمن ال present simple، المضارع البسيط. طيب المضارع present simple او مضارع بسيط ده شكله عامل ازاي يا جماعه؟ عايزك تقول ورايا. مضارع بسيط مصدر اسم مضارع بسيط مصدر اسم مضارع بسيط مصدر اسم بنفي بايه؟ don't doesn't بنفي بايه؟ don't doesn't. لو مفعول am is are will be be. لو مفعول am is are will be be. اسمع معايا يلا والنبي. مضارع بسيط مصدر اسم مضارع بسيط مصدر اسم بنفي بايه؟ don't doesn't بنفي بايه؟ don't doesn't. لو مفعول am is are will be be. لو مفعول am is are will be be. طبعا حضرتك عندك مشكله في الجرامر او عايز الجرامر بشرح تفصيلي، ادخل على الشانل هتلاقي فيديو تاني نازل فيه شرح جرامر المنهج كله، شرح جرامر المنهج كله، وتقريبا فيديو مش مكمل 3 ساعات. تمام. طبعا انت تروح للجزء اللي عايزه، تقريبا ساعتين وشويه كمان، وبرده ممكن اسيب لك اللينك تحت. المهم مضارع بسيط مصدر اس يا جماعه، يبقى my sister دي اختي مفرد ولا جمع؟ اختي مفرد تاخد اس. اختي مفرد تاخد اس. تبقى enjoys. After my father know his work، بعد ما ابويا نقعد شغله he will take us to the club، هياخدنا النادي. يبقى بعد ما اخويا ما يخلص شغله، طبعا هنا في after. كان عندها برضو قاعدة يا جماعة بتقول لك after when as soon as once till until. يلا بينا. after when as soon as once till until. يلا تاني after when as soon as once till until. يلا بينا after when as soon as once till until. لما بيجوا في النص يا جماعة بيجي قبلهم will والinfinitive will والمصدر، وساعتها هيجي بعدهم present simple مضارع بسيط او present perfect مضارع تام. ده هيبقى صح وده هيبقى صح. مستر لا مؤاخذة يعني العطب في النظر، بس افتر مش جاي في النص، دي افتر جاي في الاول. اقول لك انا بجد منبهر من قدرتك البصرية وبصرك ونظرك القوي. ايه المشكلة؟ ما هي افتر جاي في الاول. يبقى will والمصدر ده يا جماعه هيتحط فين؟ هيتحط في الاخر. وايه برضو اللي هيجي بعد after على طول يا جماعه؟ يا اما present perfect يا اما مضارع تام يا اما present simple مضارع بسيط. يعني من الاخر عايز اقول لك ان after هنا هيجي بعدها مضارع بسيط عادي جدا، اهو مضارع تام عادي جدا. مضارع تام يا جماعه خدناه في يونت 9 هذا او هاز والبي بي. المضارع البسيط ده اللي هو مصدر او اس، فهتبقى finishes. يبقى after لو انت لقيت الجمله فيها will حط مضارع بسيط، لو انت لقيت جمله فيها مضارع حط انت will والايه والمصدر. يبقى لقيت مضارع حط will، لقيت will حط مضارع، لقيت مضارع حط will، لقيت will حط مضارع، لقيت مضارع حط will، لقيت will حط مضارع، لقيت مضارع حط will، لقيت will حط مضارع. طيب تعال نكمل.
41 technology builds نقط between people around the world. التكنولوجيا يا جماعه بتبني ايه ما بين الناس في جميع انحاء العالم. بتبني bridges ولا means ولا identity ولا empathy. طبعا بتبني جسور. bridges معناها جسر، بتبني جسر بين الناس وبعضها. يعني دلوقتي ممكن اكلم واحد في امريكا وفي امريكا يتكلم واحد في استراليا واستراليا يتكلم واحد في فلسطين، تمام؟ كل دي عن طريق التكنولوجي. culture الثقافه plays an important role بتلعب دور مهم. رول يعني دور، important يعني مهم. in shaping في تكوين الايه يا عم الحاج؟ our ايه؟ our goods البضائع بتاعتنا. الثقافه بتعمل دور مهم في تكوين البضائع؟ لا طبعا. harmony بتكوين الانسجام ما بيننا؟ لا طبعا. bridges في تكوين الكباري والجسور؟ طبعا لا. وما يجب تبقى يا جماعه identity. يعني identity يا جماعه يعني هويه. الثقافه بتلعب دور قوي جدا او دور مهم جدا في بناء الهويه بتاعتنا. طيب mutual respect الاحترام المشترك ما بيننا. الاحترام المشترك ايه ما بيننا؟ helps بيساعد على create على خلق ايه in the society ان هو يخلق ايه في المجتمع. curiosity يخلق فضول في المجتمع؟ لا طبعا. means يخلق وسائل في المجتمع؟ لا طبعا. faith ايمان؟ لا طبعا. harmony انسجام. ما هو لما انا احترمك وانت تحترمني هنقدر نتكلم مع بعض، هنقدر نتعرف على بعض، هنقدر ناخد وندي مع بعض، فيحصل ما بيننا انسجام وتناغم. يحصل ما بيننا انسجام وتناغم. يبقى يعني ايه انسجام وتناغم؟ يعني هارموني. يعني انسجام وتناغم هارموني. يعني انسجام وتناغم هارموني 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 يا جماعه يعني انسجام وتناغم. طيب 44 منى not at school yesterday as she was absent. منى نقط في المدرسة امبارح. امبارح ده زمن يا جماعة past ماضي لأن هي كانت غايبة. امسك العقل معايا. طبعا انت عارف ان الماضي ولا هياخد doesn't ولا هياخد isn't، بس الماضي ينفع ياخد didn't وينفع ياخد wasn't. طب انا هعمل ايه؟ اختار didn't ولا wasn't؟ اقول لك سؤال حلو منك. احنا اتفقنا didn't دي مع الفاعل، اما was aware will be be او اما was are will be be او be او being will be will be be ده مع المفعول. يعني دي كده بس. السؤال بقى، هي منى ما شافتش في المدرسه امبارح ولا ما اتشافتش في المدرسه امبارح؟ منى ما شافتش في المدرسه ولا ما اتشافتش في المدرسه؟ ما اتشافتش لان هي كانت غايبه، فهي اللي لم يتم رؤيتها. يعني هي اللي محدش شافها، هي اللي محدش ايه شافها. يبقى هنا هتبقى فعلا مفعول يا جماعه، مفعول. يبقى هقول didn't ولا wasn't seen؟ wasn't seen. طيب the last time آخر مرة I know my cousin was in 2015. آخر مرة شفت فيها أو قابلت فيها ابن عمي أو ابن عمتي أو ابن خالي أو ابن خالتي كانت سنة 2015. have met ولا meet ولا met ولا was met؟ طبعا آخر مرة the past simple وال past simple meet الماضي منها met letter C. 46 I have known him. أنا عارفه not we joined university. for ولا since ولا already ولا just؟ ركز معايا هنا قبل النوت في have known. ركز معايا كده. have known ده اللي هو have وبعدها بي بي. have والبي بي ده يا جماعة ده شكل زمن اسمه ال present perfect المضارع التام. طيب وهنا بعد النوت في we joined. joined ده يا جماعة past simple ماضي بسيط عشان دي وايه دي. يا رب بقى على الاغنيه الجميله اللي احنا حافظينها. في كلمه اسمها سنس. مالها سنس دي يا عم الحاج؟ قول ورايا. سنس قبلها مضارع تام. سنس قبلها مضارع تام. سنس قبلها مضارع تام. سنس قبلها مضارع تام. قول ورايا. سنس بعدها ماضي بسيط. سنس بعدها ماضي بسيط. سنس بعدها ماضي بسيط. سنس بعدها ماضي بسيط. فهنا قبل النوت في have none في have والبي بي مضارع تام، وبعد النوت في join في ماضي بسيط. مين الكلمة الوحيدة في الإنجليزي كله يجي قبلها مضارع تام ويجي بعدها ماضي بسيط؟ الكلمة الوحيدة بتعمل كده يا جماعة هي كلمة سنس. هي كلمة يبقى سنس. يبقى قول معايا 10 مرات مع بعض كده بسرعة بسرعة بسرعة. سنس قبلها مضارع تام. سنس بعدها ماضي بسيط. 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 قولها لوحدك. سنس قبلها. سنس بعدها.
since قبلها since بعدها. مية مية يا باشا. طيب 47 not the last meeting we haven't seen each other again. من ساعة آخر اجتماع يا جماعة احنا ما شفناش بعض تاني. طبعا هنا برضو haven't seen ده مضارع تام عشان قلنا have أو has والبي بي. طب الكلمات ده مضارع تام يا جماعة during while ولا for و since؟ طبعا during while غلط، هي يا إما for يا إما since. فبقول لك خلال الاجتماع اللي فات ما شفناش بعض تاني ولا منذ الاجتماع اللي فات؟ منذ، يبقى تبقى since. A not salary ensures workers are paid fairly for their efforts. السالري المرتب الايه ensures هو اللي بيضمن workers او بيؤمن الموظفين are paid بيتم الدفع لهم، ولو خدت بالك هنا are والبي بي لان الموظفين مش هم اللي هيدفعوا، هم اللي هيدفع لهم، هم مفعول. fairly بعدل for their efforts على مجهودهم القوي. يبقى المرتب الايه؟ الارتفيشال المرتب الصناعي؟ لا طبعا. الدرون يعني يا جماعه طائره بدون طيار؟ طبعا لا. المرتب الفلكسبل المرن؟ طبعا لا. امال المرتب اللي يا حبيبي الديسنت؟ يعني ايه ديسنت يا جماعه؟ يعني الكريم. المرتب الكريم يا جماعه هو اللي هيضمن الناس كلها بتاخد مرتبات عادله. engineers المهندسين مالهم يعمل حاج in the space في الفضاء in the space industry في مجال الفضاء work with advanced ايه؟ بيشتغلوا ب advanced يعني متطورة. advanced يعني متطورة. not systems أنظمة ايه متطورة. road أنظمة طرق؟ لا. factory مصنع؟ لا. farm مزرعة؟ لا. aerospace بتكنولوجيا فضائية أو بأنظمة فضائية متطورة. not means the ability to produce new and original ideas or works. not معناه القدرة على إنتاج أفكار جديدة أو أفكار أصلية لبعض الأعمال أو works. طبعا دي معناها empathy التعاطف؟ لا. flexibility المرونة؟ لا. طب addiction ولا creativity؟ creativity يعني إبداع. addiction يعني إدمان. فطبعا الإجابة تبقى letter B اللي هي creativity. creativity الإبداع يا جماعة هي القدرة إن أنت تعمل أفكار جديدة أو إن أنت تخلق أفكار أصلية. 51 people make a note when they guess what will happen in the future. الناس بتبقى بتعمل ايه when لما they guess لما بيخمنوا what will happen ايه اللي هيحصل in the future في المستقبل. كده الناس دي تبقى بتعمل ايه؟ انا بقول لك انا بخمن اللي هيحصل في المستقبل، يبقى انا كده بعمل بلان، بعمل خطة؟ لا طبعا. طب بعمل ديسيجن، بعمل قرار؟ لا انا بقول لك بخمن، ده مش قرار. رول بعمل قاعده؟ لا طبعا. بريدكشن الوحيد اللي فاضله. طب بريدكشن يعني ايه يا جماعه؟ بريدكشن يعني تنبؤ. بعمل تنبؤ لما اخمن حاجه هتحصل في المستقبل. he has received so many telephone calls. هو تلقى has received يعني تلقى او استلم الكثير من التليفونات. not he came من ساعه ما جه يا جماعه. لو ركزت هنا has received اللي هي مضارع تام، وهنا came ده اللي هو past simple ماضي بسيط. يبقى يا عم الحاج هنا في حاجة قبلها مضارع تام ويجي بعدها ماضي بسيط. من الكلمة الوحيدة اللي في الانجليش كله يجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط يا جماعة هي كلمة sense. once I not the meeting I will go to the club. بص اقسم بالله انا هتكلم. ارجع كده معايا معلش. after when as soon as once دي يا حبيبي لو جه قبلها will المصدر يجي بعدها ايه؟ مضارع تام او مضارع بسيط. طب once جت في الاول يا مستر هنا على فكره اقول لك صح والله فايق. والناحيه الثانيه جه ايه؟ will والمصدر. يبقى انا هنا هختار يا جماعه مضارع تام او مضارع بسيط. ده صح وده صح. تعال نشوف ايه اللي موجود. will والمصدر ده ينفع؟ لا will دي ولا هي مضارع تام ولا هي مضارع بسيط. طب finish دي past simple. طب had started دي past perfect ما تنفعش. طب have finished ايوه هي دي مضارع تام. احنا اتفقنا ايه هو المضارع التام يا جماعه؟ have او has والبي بي.
54 volunteers المتطوعين often غالبا know their time وقتهم to help communities عشان يساعدوا المجتمعات and make a difference ويعملوا اختلاف. يبقى المتطوعين يا جماعه غالبا ما بيعملوا وقتهم لمساعده المجتمع. volunteer بيتطوعوا ولا replace بيستبدلوا ولا waste بيضيعوا ولا adapt يتأقلموا. طبعا waste يضيعوا لا، adapt يعني يتأقلم، replace يعني يبدل، و volunteer يعني يتطوع. فالاجابه هتبقى الاولى. مستر طب ما انت اصلا قريتها يعني انت كنا حاجه من الاول، طب احنا بنترجم ده. انا باشا دلوقتي volunteer يتطوع دي اجابه صح 100% قلناها اول واحده، بس انا عايزك تستفاد من الكلمات الثانيه، يعني عايزك تترجم عشان تحاول تحفظ قد ما تقدر دلوقتي. اوكي 35 many products الكثير من المنتجات in the market في الماركت يا جماعه في السوق او في الماركت are not rather than natural نقط بدلا من الطبيعيه. يبقى دي تبقى ايه؟ artificial ولا sustainable ولا empathy ولا virtual؟ بالراحه. artificial يعني صناعي، empathy تعاطف قلناها 66 مره، sustainable يعني مستدامه يعني مستمره طول العمر، virtual يعني افتراضيه. يعني افتراضيه اكتب كده معايا virtual اللي هي افتراضيه يعني افتراضي، افتراضي يعني على النت او اونلاين. يعني انا دلوقتي كاني بديك حصه او بديك درس او بديك محاضره صح، بس المحاضره دي انت يعني انا لو عملت كده هضربك؟ طبعا لا، لان دي اسمها virtual lecture. يعني ايه virtual؟ يعني محاضره افتراضيه، محاضره اونلاين، محاضره على النت، مش يعني محاضره بس هي مش واقعيه. المهم يعني الكثير من المنتجات في السوق بتكون ايه؟ بدلا من انها تكون طبيعيه يبقى طبعا بتكون صناعيه artificial letter A. 56 we will go for a trip. احنا هنروح trip، هنروح رحله يا جماعه as soon as our car نقعد بمجرد ما عربيتنا ايه؟ ادي as soon as وجه قبلها will مصدر يجي بعدها مضارع تام او مضارع بسيط يجي بعدها مضارع تام او مضارع بسيط يجي بعدها مضارع تام او مضارع بسيط. has repaired ده مضارع تام؟ طبعا ده مضارع تام. طب has been repaired؟ طبعا ده مضارع تام. طب will be repaired؟ لا مش مضارع تام. طب had repaired؟ لا مش مضارع تام. طبعا مستر يا نهار اسود ده في اختيارين ينفعوا، اختيارين مضارع تام. اقول لك يا ابني هداني، هو هنا بقول لك اور كار العربيه بتاعتنا هي اللي صلحت ولا اتصلحت؟ اتصلحت يبقى هي فعل ولا مفعول؟ مفعول. طب فكرني كده والنبي، المضارع التام هاف او هاز والبي بي، المضارع التام هاف او هاز والبي بي، لو مفعول هاف او هاز بين والبي بي. فالاجابه هتبقى letter C وليست letter A. A healthy not includes balanced meals. not الصحي يا جماعه بيشمل وجبات متوازنه، exercise وبعض التمارين and good habits والعادات الجيدة. يبقى ده كده healthy ايه؟ healthy drone طيارة بدون طيار صحية؟ طبعا لا. specialist المتخصص الصحي هو اللي بيشمل الوجبات الصحية؟ طبعا لا. لايف ستايل ولا artificial؟ طبعا لايف ستايل اسلوب الحياة. اسلوب الحياة الصحي يا جماعة هو ده اللي بيشمل الحاجات دي كلها. اما artificial يعني صناعي؟ لا طبعا. she needs to ايه؟ هي محتاجة ايه؟ to life للحياة in the new city في المدينة الجديدة to have a comfortable residence عشان تعيش حياة مريحة. يبقى هي محتاجة ان هي نقعد في المدينة الجديدة، محتاجة ان هي replace تستبدل في المدينة الجديدة. درون تبقى طيارة بدون طيار في المدينة الجديدة؟ طبعا لا. adapt ولا artificial؟ artificial يعني صناعي؟ لا طبعا. adapt يعني ايه adapt يا جماعة؟ يعني يتأقلم. هي محتاجة تتأقلم في المدينة الجديدة علشان تعيش حياة مريحة. تعال نكمل. 59 not is renewable energy. not هي طاقة متجددة. should have knowledge of wind and solar. يجب ان هي تبقى لديها معرفة عن الرياح والطاقة الشمسية. systems أنظمة الرياح وأنظمة الطاقة الشمسية. يبقى وان ايه؟ volunteer المتطوع في الطاقة هو اللي بيبقى فاهم الحاجات دي؟ طبعا لا. assistant المساعد هو اللي فاهم الحاجات دي؟ لا. طب expert ولا artist؟ artist يعني فنان و expert يعني خبير.
فطبعا الإجابة هتبقى يا جماعة expert، خبير. الخبير يا جماعة في الطاقة المتجددة هو اللي بيبقى عنده معلومات كتيرة عن أنظمة الرياح وأنظمة الأنظمة الشمسية يعني. 60 not how long have you waited for the bus. هو أنت بقالك قد إيه واقف مستني الباص؟ for how long ولا since ولا already ولا just؟ قلبي بيقول لي دي برضو فكرة زيها جاية تبقى for how long. for بيجي بعدها how long. for بيجي بعدها how long. 61 by the time you get home. ولو انت فاكر في يونت 10 يونت 10 يا جماعه ساعه المستقبل الفيوتشر قلنا ان by the time كلمه داله على الفيوتشر بيرفكت. انا ما اعرفش فاهم ايه الفيوتشر بيرفكت ده يا عم الحاج. فيوتشر بيرفكت يا بابا اللي هو will have will be مستقبل تام will have will be مستقبل تام will have will be. وخلي بالك ان هي برضه ممكن تبقى داله على الماضي التام على الباست بيرفكت. مستر ده طب انا افرق ازاي؟ اقول لك يا عبيط لو لقيت بعدها مضارع يبقى ده مستقبل، لو لقيت بعدها ماضي يبقى ده ماضي تام. تمام؟ يعني لو دي جت يبقى ده مستقبل تام، لو دي جت ماضي يبقى ده ماضي تام. تمام؟ المهم هنا مكتوبه جت يبقى ده مستقبل تام will have will be مستقبل تام will have will be تبقى letter C. يبقى ركز معايا في دي by before by the time by before by the time. ركز معايا هنا by before by the time. ركز معايا هنا by before by the time. الكلمات دي لو جه قبلها بعدها مضارع يبقى انا هستخدم المستقبل التام، لو جه بعدها ماضي يبقى انا هستخدم الماضي التام اللي هو had will be. I predict that انا بتوقع ان في المستقبل يا جماعه الموبايلات هتصغر. ده تنبؤ بدليل ولا بدون دليل؟ بدون دليل. يبقى هستخدم ايه يا جماعه؟ will والinfinitive تبقى will be عشان ده prediction without evidence. يعني ايه بالعربي؟ تنبؤ بدون دليل. بتوقع حاجه، بخبط حاجه، بخمن حاجه بدون اي دليل تبقى will والمصدر تبقى will والمصدر. A new headphones الهيدفونز يا جماعه الجديده السماعات الجديده are not هي بتكون not so I can listen to music without any cables. عشان كده اقدر اسمع بدون اي كيبلز يعني كابلات يعني بدون اي سلك يعني بدون اي اسلاك اقدر اسمع. يبقى دي كده سماعات يا جماعه. طبعا امبولس مفاجاه لا. كوبونز سماعات كوبونات لا. وايرلس ولا واير؟ طبعا وايرلس سماعات وايرلس يا جماعه. واير طيب يعني ايه؟ واير لوحدها يعني سلك. طيب 64 keep your A to show proof of payment. احتفظ بالA علشان يبقى معاك دليل لعملية الدفع. payment يعني عملية دفع المال. عشان تثبت انك دفعت فلوس في الحاجة دي خلي معاك الA. الوارنتي الضمان لا. ما هو معلش انت ممكن تشتري جهاز وانا اخد منك الضمان، هل بقى كده هيعرفوا مني دفع فلوس؟ لا. طيب كوبون خلي معاك الكوبون بتاع الخصم؟ لا. طب كريدت ولا ريسيت؟ طبعا ريسيت يا بابا. خلي معاك الفاتوره لان الفاتوره بتطلع باسمك انت. تمام؟ خلي معاك الفاتوره عشان يبقى تبقى ضامن ان الناس هتعرف ان انت اللي دافع او تثبت ان انت اللي دافع. ذا ستور المحل يا جماعه offered A بيوفر ايه او بيقدم ايه to make the deal more appealing عشان يخلي الديل عشان يخلي الصفقه او يخلي العرض يعني يظهر اكتر. يبقى هم كده بيستخدموا ايه؟ ديسكاونت ولا كوبون ولا بروموشن ولا طبعا بروموشن. يعني ايه بروموشن يا جماعه؟ يعني عروض ترويجيه. بيعملوا عروض ترويجيه في الشارع في كتالوجات على التلفزيون على النت علشان يضمنوا ان الديل بتاعهم او العروض بتاعتهم هتنتشر بشكل اكبر. طيب نمبر 66 I can't talk at the moment. انا مخنوق ومش قادر اتكلم بصراحه دلوقتي. I not my homework. انا بعمل الواجب. يبقى ده معناه انا بعمل الواجب دلوقتي حالا. يبقى I'm doing عشان ده present continuous ده مستمر حاجه بتحصل دلوقتي. We not probably be. probably يا جماعه معناها من المحتمل. احنا من المحتمل ان احنا نقعد هناك for 2 weeks. محتمل ان احنا نقعد هناك لمده اسبوعين. يبقى we will probably ولا may probably ولا are going ولا are. طبعا probably من المحتمل دي تنبؤ بدون دليل فهنستخدم معاها will. Always note your purchases. دايما نقط
المشتريات بتاعتك to know how much you spent عشان تعرف انت صرفت قد ايه. يبقى دايما register سجل اللي هو يعمل تسجيل دخول على موقع يعني لا. ring up لا. track ولا scan؟ track يا جماعه يعني يتتبع، وسكان يعني يعمل مسح ضوئي. طبعا لا مش سكان، هتبقى ايه تراك. دايما تتبع عمليات الشراء بتاعتك عشان تعرف انت صرفت قد ايه. هنكمل 69 هنا يا ابطال. my note was low. نوت كانت قليله قوي because I spent too much this month عشان صرفت فلوس كتيره جدا الشهر ده. يبقى my ايه بقت قليله؟ my budget ولا credit ولا debt ولا balance؟ طبعا budget يا جماعه، الميزانيه بتاعتي بقت قليله جدا علشان انا صرفت كتير الشهر ده. the store المحل announced اعلن اعلن عن ايه of the event للحدث so no one could attend عشان محدش يقدر يجي. يبقى المحل اعلن عن الايه؟ الكوبون ولا الريسيت ولا الورنتي ولا الكانسليشن؟ بقول لك عشان محدش يجي. يبقى هو كده اعلن عن ايه؟ عن الالغاء بتاع الايفنت، عن الكانسليشن، يعني هو الغى الايفنت اللي كان منظمه. 71 she has decided that هي قررت ان she not. بما ان ده she decided يعني ايه decided يا جماعه؟ يعني قرار ماشي في القانون، قرار مدروس. بنستخدم فيه ايه يا جماعه؟ am is are going to والمصدر. قرار مدروس am is are going to والمصدر. يبقى اختار she is going to study. هي يا جماعه قررت ان هي تذاكر، خلاص ربنا هداها. don't be late اياك تتاخر. The bus not at exactly 10 o'clock. الاتوبيس not الساعة 10 بالظبط، الساعة 10 بالظبط، الساعة 10 بالظبط. يبقى الاتوبيس هيتحرك. تعتبر دي يا جماعة تايم تيبل. يعني تايم تيبل مواعيد ثابتة، وفي المواعيد الثابتة يا جماعة بنستخدم الايه؟ المضارع البسيط. طب فكروني يا حبايب قلبي، مضارع بسيط مصدر اس يبقى leaves. I called the hotel. أنا كلمت الأوتيل to confirm عشان يأكد عليا my A before the deadline. my A قبل الموعد النهائي. my warranty ولا my purchases ولا my cancelled ولا my cancellation؟ طبعا my cancellation الإلغاء بتاعي. يعني أنا كلمته قلت حجزت، بعدها لغيت، وبعدها اتصلت عشان أأكد إن هو لغى. علشان يا جماعة قبل الديدلاين. إيه هو الديدلاين يا جماعة؟ الموعد النهائي. مش فاهم يا مستر إيه موعد نهائي؟ ما هو دلوقتي أنا مثلا حجزت مع أوتيل يوم الخميس اللي جاي. الاوتيل بيديني وقت مهله ان انا اقدر الغي براحتي، الغي الحجز لحد يوم الثلاث مثلا، لحد يوم الايه؟ الثلاث، قبل الحجز بايه؟ بيومين. لو انا جيت الغي الاربع، لا انا كده هدفع غرامه. تمام؟ ليه؟ لان انا حجزت او لغيت متاخر قوي، فهو بيديني ديدلاين عشان الالغاء، فهتبقى cancellation. 74 when shopping online. لما تيجي تعمل شوبينج يا بابا اونلاين it is helpful من المفيد جدا to note deals انك نوت العروض from different shops من محلات مختلفة، انك monitor تراقب العروض طبعا. explore تستكشف لا. طب scan تعمل مسح ضوئي لا. overspend تصرف زيادة لا. during special events خلال الايفنتس الخاصة يا جماعة stores المحلات may a discounts ممكن هي تعمل discounts يا جماعة. ممكن هي register ولا monitor ولا offer ولا scan. طبعا offer ان هي تعرض او تعمل discounts تعمل خصومات. 76 not means not معناه connected متوصل with human soul مع روح البني آدم. inner feelings مشاعره الداخلية or faith أو الأمل بتاعه. financial ولا spiritual ولا informal ولا convenient. تعال نترجم بقى عشان تقريبا احنا ما ترجمناش الكلمات دي قبل كده ولا شفناها قبل كده. financial يعني مالي، له علاقة بالمال بالفلوس. informal يعني غير رسمي. spiritual يعني روحاني. convenient يعني مريح. فالسؤال هنا بيقول لك not معناه حاجة متوصلة بروح الإنسان وإيمانه، يبقى دي حاجة طبعا روحانية اللي هي spiritual. 77 a professional A not يا جماعة البروفيشنال المحترف can provide يقدر إن هو يوفر expert advice نصيحة الخبراء to business في البيزنس في الأعمال.
يبقى بروفيشنال ايه؟ ارتست الفنان هو اللي يقدر يدينا نصايح في البيزنس؟ لا طبعا. كانديديت المرشح؟ لا طبعا. فولunteer المتطوع؟ لا طبعا. امال هتبقى كونسلتنت. طب يعني ايه كونسلتنت يا مستر؟ اشجيني وتربني. كونسلتنت معناها المستشار. مستر هو مش من المستشار ده بتاع المحكمه؟ اقول لك بص يا بابا، كونسلتنت معناه مستشار في اي مجال. يعني ايه؟ يعني والله مستشار الماده اسمه كونسلتنت. ليه؟ لان احنا بنرجع له في اي معلومات او في اي حاجه. حضرتك دلوقتي طلبت نصيحه قانونيه بتروح للمستشار، طلبت نصيحه في الفلوس بتروح للمستشار مالي، طلبت نصيحه نفسيه تروح لاستشاري نفسي. فهي معناها استشاري. كونسلتنت معناها يا بابا استشاري. I have made up my mind. وركز بقى معايا عشان دي خطيره. يعني I have made up my mind يعني انا قررت. have او make up my mind او made up my mind يعني قررت. طب والقرار يبقى am is are going to والمصدر. القرار am is are going to والمصدر. القرار am is are going to والمصدر. made up my mind. فهتبقى يا جماعة I'm going to travel letter B. طيب 79 I think أدهم not for returning home late. أعتقد إن أدهم نقط عن هو رجع البيت متأخر. is punishing ولا will punish ولا won't punish ولا will be punished. تفتكروا يا جماعة أدهم هو اللي هيعاقب إن هو رجع متأخر ولا هيتم معاقبته؟ هيتم معاقبته. يبقى هنا passive مفعول. وافتكر معايا لو مفعول will be will be. Liverpool's players لاعبي نادي ليفربول are known to be skilled. معروفين ان هم ماهرين ذو مهارات عاليه. They know the match easily. يبقى هم نقط كسبوا الماتش بسهوله. ركز معايا. ده معناه ان هم يا جماعه هيكسبوا الماتش بايه؟ بسهوله. ده كده تنبؤ بدليل ولا بدون دليل؟ عايز اسمع. طبعا انت تقول ان هي تنبؤ بدليل تبقى are going to صح؟ غلط. ليه؟ اصل حبيبي احنا اتفقنا على حاجه من الاثنين او على معلومتين، يعني ان الصفات مش دليل اما المجهود يعتبر دليل. هل ان هم ماهرين ده مجهود هم بيعملوه ولا دي صفه فيهم؟ دي صفه، والصفه تعتبر مش دليل، يبقى ده تنبؤ بدون دليل، يبقى والمصدر. يا نهار اسود مستر بجد. والله العظيم. I used a note to get a discount on my new shoes. أنا استخدمت إيه علشان أحصل على ديسكاونت، أحصل على خصم على الشوز الجديد بتاعي. بما إن يا جماعة حصلت على خصم، فركز دايما الخصومات بتبقى على الكريدت كارد ولا الديبت كارد ولا الكوبون ولا البالانس. عشان تبقى فاهم يا بابا، ديبت كارد يعني كارت فيزا وكريدت كارد يعني كارت فيزا. بالانس يعني رصيدي. لو انا استخدمت كارت فيزا او رصيدي هحصل على خصم؟ لا. امال امتى هحصل على خصم؟ لو استخدمت كوبون. الكوبون يا بابا بتاع الخصم ده هو اللي بيديك خصم. I expect أنا بتوقع إن that he not the match إن هو هيفوز بالماتش. ده تنبؤ بدون دليل. طب بما هو تنبؤ بدون دليل يبقى will win. Don't worry ما تقلقش. I not use the money you need. أنا هسلفك الفلوس اللي انت محتاجها. ما تقلقش انا سوف اعطيك الفلوس اللي انت عايزها. يبقى will lend. في 84 I'm studying medicine. انا بدرس طب يا جماعه. يبقى ده معناه ان انا هبقى ايه؟ هبقى دكتور. فده اعتقد ده تنبؤ بدليل. لو تنبؤ بدليل am is are going to والمصدر تنبؤ بدليل am is are going to والمصدر. فهتبقى I'm going to be letter B. Not means a plan. Not معناها خطة for spending للصرف and saving money وتحويش الفلوس over a period of time خلال فترة من الوقت. دي تعتبر بالانس رصيد البنك؟ لا. تاكس ضرائب؟ لا. اسمها ميزانية. ميزانية يعني ايه يا جماعة؟ بادجت يا جماعة. الميزانية هي ان انا بتحكم انا بصرف قد ايه وبحوش قد ايه وداخل لي قد ايه وخارج مني قد ايه. طيب 86 a brand's reputation. يعني ايه brand's reputation؟ reputation يعني سمعة. reputation يعني سمعة. brand معناها البراند يا جماعة. البراند اللي هو المحلات الفخمة المشهورة يعني.
سمعة البراند يا جماعة can be affected، يمكن أن يتم التأثر فيها by the quality of its ايه، بالجودة بتاعت ايه، بالجودة بتاعت الكوبونات بتاعتها لا، اوفردرافت الصرف الكتير بتاعها لا، ريسيت الفواتير لا، البرودكت بجودة المنتج. البراند يا جماعة ممكن يتأثر سمعته بسبب جودة المنتج، لو هو قدم جودة سيئة سمعته هتقل، قدم جودة عالية سمعته هتزيد. Let's hope that the wind not away the clouds. تعالوا نتمنى أو نصلي إن الرياح تبعد عننا الغيوم. سين سؤال كده، الرياح هتبعد عن الغيوم ده تنبؤ بدليل؟ لا طبعا ده بدون دليل، يبقى will no. I think أنا أعتقد he not her name. أعتقد إن هو عارف اسمها. عندي دليل؟ ما عنديش دليل، يبقى will find out. letter B. 89 It's better to focus on. من الجيد أو من الأفضل أصلا إنك تفوكس on، إنك تركز على نقط على الإيه rather than buying many low quality items، بدل من إن أنت تشتري منتجات جودتها قليلة. يبقى من المهم إنك تركز على الإيه، على البالانس، على الرصيد بتاعك، ولا البروموشن، ولا كواليتي، ولا كوانتيتي. بقول لك ايه، انك مهم انك تركز على ايه بدل من انك تشتري كميه كبيره. يبقى لازم تركز على الجوده اللي هي يا جماعه quality letter C. يبقى مهم انك تركز على الكواليتي بتاعت حضرتك. Don't phone me at 8 AM. ما تتصلش بيا الساعه 8، اياك حد يتصل بيا الساعه 8. I not the kids to school then. انا هكون بوصل الاطفال. هكون بوصل الايه؟ الاطفال. يبقى انا هبدا اوصلهم ولا هكون بوصلهم؟ هكون بوصل. يبقى دي حاجه هتكون شغاله في المستقبل، حاجه هتكون شغاله في المستقبل. يبقى ده future continuous will be driving. يبقى ركز معايا، لو حاجه هتكون شغاله في المستقبل ناخد will be والing. يعني يا جماعه ما حدش يتصل بيا بعد الساعه 12 عشان انا هبدا انام ولا هكون نايم؟ هكون نايم نمنا. يبقى I will sleep ولا will be sleeping؟ will be sleeping. طيب 91 أمير was confused. أمير كان مرتبك جدا during the meeting أثناء الاجتماع. عايز other words. يعني ايه other words يا جماعه؟ يعني عايز synonyms، يعني عايز مرادفات، عايز كلمات أخرى معناها confused، معناها مرتبك. هل confident؟ لا طبعا confident معناها واثق. واثق ومرتبك دول مش زي بعض أصلا. peaceful يعني هادي، طبعا لا. puzzled يعني محتار. relaxed مرتاح، لا. be worried يعني برضه محتار، فهتبقى letter C and A. Parents should prevent their children. الآباء يجب إن هم يمنعوا عيالهم from spending من الصرف أو من تقضية much time وقت كبير جدا على السوشيال ميديا، على وسائل التواصل الاجتماعي. عايز antonyms، عايز مضادات، عايز العكس، المضاد بتاع كلمة prevent يعني يمنع. عكسها إيه؟ عكسها يسمح. allow يسمح طبعا stop يمنع لا. reject يعني يرفض لا. hinder يعني يعيق لا. permit يعني يسمح. letter A تبقى A and A. 93 حاتم no longer. افتكر معايا في اول الفيديو ده قلنا ان no longer بعدها مضارع بسيط، no longer بعدها مضارع بسيط، مضارع بسيط مصدر is تبقى place. it was my habit كانت عادة عندي. it was my habit يجي بعدها to المصدر، يجي بعدها to المصدر، يبقى تبقى to help with the housework. دي كانت عادتي ان انا اساعد في شغل البيت. I used to meet my friends on Friday. انا كنت متعود ان انا اقابل صحابي يوم الجمعة but now. بس دلوقتي انا قلت لك هنا used to جاي بعدها ايه؟ be كانت be ولا اي فعل تاني؟ فعل تاني اللي هو meet، يبقى اقول هنا ايه؟ don't او doesn't، يبقى تبقى don't. لو هنا كان بدل meet كان في كلمة be كنت اخترت am not او isn't او aren't. It is 96. The internet has become something essential. الانترنت يا جماعه بقى حاجه ضروريه جدا. عايز كلمه essential here means ايه؟ ضروري هنا تبقى معناها ايه؟ يعني عايز برضو مرادف، عايز synonyms. secondary ثانوي لا، essential يعني اساسي مش ثانوي. dishonest غير امين لا. insignificant يعني غير مهم لا. crucial يعني ضروري. وvital يعني حيوي او ضروري او هام.
I never felt stiff. أنا عمري ما حسيت بإن أنا stiff after training. stiff يا جماعة يعني متيبس، يعني جسمي قافش، جسمي وجعني، حاسس بإن عضلات الجسم كلها قافشة بعد التمرين when I was young لما كنت شاب. stiff يا جماعة عكسها إيه؟ stiff قلت لك زي يعني قاسي أو ناشف. عكسها إيه بقى؟ عكسها rigid. لا rigid معناها ناشف أو قاسي أصلا. طيب flexible flexible يعني مرن، عكسها مرن. loose طبعا loose تنفع. loose معناها برضو ايه؟ واسع او ان انا مرتاح. يا ظهري يا ظهري. 98 what not when you were young. هو انت كنت متعود تعمل ايه لما كنت شاب؟ طبعا يا جماعه كنت متعود يبقى used to، بس ده هنا يا جماعه question، ده سؤال، يبقى انا محتاج فعل مساعد. فعل طالما سؤال فعل مساعد ثم الفاعل ثم الفعل يا حبيب اخوك. يبقى هنا يا حبيبي هتبقى did you use to do. هبه used to be to. هنا يا جماعه في كلمه ناقصه، معلش. هنا used to be fat، هنا في كلمه ناقصه. used to be fat in the past ما تناوش ايه. هنا يا جماعه اخيرا المثال اللي بقول لك عليه used to جه بعدها be، يبقى هنا هختار يا جماعه doesn't ولا isn't. I was in the habit. in the habit يا جماعه بيجي بعدها of plus ال ing، يبقى هنا هتبقى I was in the habit of helping. يبقى ركز معايا عشان في واحده شبهها قوي 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 قوي. بص كده، نطلع فوق شويه، 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 تعالى ننزل تحت شويه، ننزل تحت شويه، ننزل تحت شويه. انا فوتها. it was my habit. اخدت تو المصدر. اما هنا I was in the habit اخدت of وبعدها ايه؟ ال ing، يبقى تبقى of helping. خلي بالك منهم قوي ويا ريت تكتبوا. امسك قلمك كده الجميل، يلا يا حبيبي امسك قلمك واكتب my habit to المصدر، my habit to المصدر، in the habit of ال ing، in the habit of ال ing. يا رب البني ادم يكتب. هانت فاضل 20 جمله بس. هاله didn't sleep well. هاله ما نامتش كويس. so she was asleep عشان هي كانت نعسانه، عشان كده كانت نعسانه في المدرسه. عايز كلمه sleepy نعسانه، عايز ال opposites. يعني ايه opposites؟ يعني مضادات. عايز عكس كلمه sleepy. tired عكسها تعبانه؟ لا. exhausted عكسها تعبانه ومرهقه؟ لا. alert منتبهه او صاحيه، ده عكس كلمه sleepy. awake يعني صاحيه برضه. it's rude من الوقح to ignore your parents advice، انك تتجنب نصيحة والديك او تتجاهلها. عايز synonyms لكلمة ignore يعني يتجاهل. عايز مرادفها بتساوي كلمة ايه؟ هل بتساوي obey يعني يطيع؟ يتجاهل يعني يطيع؟ لا. follow يعني يتبع؟ لا. neglect يعني يهمل او يطنش، و disregard برضه يعني يهمل او يطنش. support يعني يدعم برضه لا. 103 103 Our grandparents أجدادنا not have mobile when they were students. أجدادنا كان نقط موبايلات لما كانوا أطفال. طبعا كان معاهم موبايلات ولا ما كانش معاهم؟ ما كانش معاهم. يعني كانوا متعودين عليها ولا ما كانوش متعودين؟ ما كانوش متعودين. يبقى didn't used to. لأن أنت لو قلت used to هيبقى معناه إن هم كانوا متعودين. لا، هم ما كانوش متعودين أصلا. We usually go to school on foot. إحنا عادة بنروح المدرسة على رجلينا. This means that. ده معناه إن إحنا we نقط to school on foot. ده معناه إن إحنا نقط المدرسة على رجلينا. ركزوا معايا. ده معناه ان احنا كنا متعودين نروح وبطلنا ولا بنروح لحد دلوقتي؟ بنروح لحد دلوقتي. يعني دي عادة في الماضي ولا عادة في المضارع؟ عادة في المضارع. يبقى were used to ولا are used to؟ are used to. فالإجابة هتبقى letter A. مستر طب هي ليه مش used to بس؟ أولا used to ما بيجيش بعدها ing. طب مستر اهي مالكش حجة في used to. يا ساتر يا رب. مالكش حجه في يوز تو ايه؟ جو. غلط، عشان يوز تو يا جماعه معناها كان متعود وبطل، وانا بقول لك ان وي يوجوالي جو ده مضارع، احنا لسه بنروح. طب وهنا وير يا مستر يا حبيبي؟ ما هي نفس الفكره، وير دي ماضي، فالاجابه الوحيده المضارع هي are used to go. It's her habit to get up early. دي عادة ان هي تصحى بدري. هنا بيقول لك it was ولا it is؟ it is. يعني دي عادة في الماضي ولا عادة في المضارع؟ عادة في المضارع. يبقى هقول، يبقى ده معناه ان هي نقط بدري.
never gets عمرها بتصحى بدري؟ لا. usually gets عادة بتصحى بدري. letter C يا جماعة. 106 water is essential for human life. المية ضرورية لحياة الإنسان. عايز synonyms، عايز مرادفات. معنى كلمة essential ضروري. ضروري بتساوي necessary ضروري طبعا. important مهم طبعا. optional اختياري لا. current حالي لا. divided مقسم لا. 107 our brave soldiers جنودنا الشجعان protect our borders بيحموا الحدود بتاعتنا. عايز عكس كلمة protect antonyms يعني مضادات. عكس protect يعني يحمي. عكسها ايه؟ عكسها defend يدافع؟ لا طبعا. عكسها guard يحمي؟ لا طبعا. عكسها attack يهاجم؟ ما هو يحمينا. عكسها ان هو يهاجمنا يبقى تبقى attack. harm يعني يؤذينا؟ ايوه طبعا. enhance يعني يحسننا؟ لا طبعا. طيب 108 علي said that he not to play football at the weekend. لو ركزت معايا هتلاقي هنا said، وsaid ده يا جماعه فعل من الافعال النميمه. ايه افعال النميمه دي يا استاذ؟ افتكر معايا افعال النميمه دي الافعال اللي داله على الاندايركت. فبين الجمله اندايركت يبقى انا هعمل تحويل للازمنه. طب بما ان انا هعمل تحويل للازمنه المضارع هيبقى ماضي، الماضي هيبقى ماضي تام. طب اقول doesn't want ولا hadn't wanted ولا hasn't played ولا didn't want؟ طبعا didn't want عشان المضارع doesn't حولته الماضي didn't. ندى said a moment ago. لو ركزت هتلاقي said ده فعل نميمة، فدي كده جملة يا ابوه indirect. ولكن خلي بالك ان الجملة الاندايركت يا حبيبي لو جه معاها كلمة a moment ago ساعتها هنعمل تحويل ولا ممنوع التحويل؟ ممنوع التحويل. يبقى هنا المضارع هيبقى مضارع زي ما هو. يبقى اقول she is very hungry. You cannot ingredients by swapping fresh vegetables for canned ones. انت تقدر تنقط المكونات عن طريق انك تبدل الخضار الفريش بخضار معلب. يبقى انت كده تقدر ايه؟ substitute ولا dip ولا simmer ولا fry؟ طبعا substitute. يعني ايه substitute يا جماعه؟ يعني يبدل. تقدر انك تبدل شويه في المقادير عن طريق انك تسيب الخضار الطازه وتحط خضار معلب. اوف 111 I hope to have a bright future. انا بتمنى يبقى عندي مستقبل رائع. عايز الانتونيم بتاع bright يعني لامع او رائع. عايز الانتونيم عكسها ايه؟ عكسها shiny يعني مبهج او لامع؟ لا. intelligent ذكي؟ لا. dull يعني ممل او كئيب؟ dark يعني مستقبل مظلم؟ brilliant رائع؟ لا. she tried to deceive me. هي حاولت ان هي تخدعني but she failed. بس هي فشلت. على مين؟ ده انا بابا يلا. عايز المعنى بتاع كلمة deceive يعني يخدع. بتساوي ايه؟ تساوي reveal ولا mislead ولا inform ولا enlighten ولا trick؟ reveal يعني يوضح فطبعا لا. enlighten يعني يضيء او يفهم طبعا لا. طب mislead يعني يضلل. طب trick يعني يخدع. inform يعني يعرف او يقول او يخبر فلا. فالإجابة تبقى B&E. 113 the new car العربية الجديدة model. الموديل بتاع العربية الجديدة يا جماعة is made from هو معمول من high quality ايه؟ high quality ايه to ensure safety عشان يضمن الأمان. العربية معمولة بإيه؟ recipe بوصفة أكل؟ طبعا لا. dish بوجبة أو طبق؟ لا. flavor طعم؟ لا. ingredients مكونات معمولة من مكونات high quality. the doctor not the family that their child will be okay. الدكتور نقط العيلة إن ابنهم هيبقى تمام. يبقى كان الدكتور told the family ولا sued the family ولا asked ولا said؟ طبعا told أخبرهم. طب ليه يا مستر مش said؟ عشان هنا بعدها the family العائلة فدي مفعول. الدكتور قال العيلة ولا أخبر العيلة؟ أخبر العائلة يبقى تبقى told. I told ندى أنا أخبرت ندى that I not to the cinema the day before. لو ركزت معايا هتلاقي هنا told ده فعل من أفعال النميمة. والنميمه تبقى دايركت ولا اندايركت يا حبيب قلبي؟ اندايركت. طب طالما الجمله اندايركت يا عم الناس يبقى هعمل تحويل ولا مش هعمل تحويل؟ هعمل تحويل. طب هعمل تحويل يبقى المضارع هيبقى ماضي والماضي هيبقى ماضي تام. عايز اعرف زمن الجمله. the I told them that I not to the cinema the day before. the day before يعني اليوم السابق. واليوم السابق ده زمن ايه يا حبيبي؟ ماضي.
والماضي هيبقى ماضي تام، يبقى اختار had been. 116 she followed a complicated recipe. هي اتبعت وصفة طعام معقدة جدا to bake the cake عشان تخبز الكيكة. عايز معنى كلمة recipe يعني يعني وصفة طعام أو خطوات عمل طعام. formula ولا instructions ولا plan ولا steps ولا direction. formula يعني معادلة. هل طريقة طبخ أو الوصفة دي بتعتبر معادلات؟ لا. directions اتجاهات؟ لا. instructions تعليمات، ضيفي بيضة، حطي بيكنج باودر، اخلطي اللبن معاه، الحاجات دي. plan خطة، لا. steps خطوات تنفع. The child resembles his father in appearance. الطفل بيشبه resembles يعني يشبه. بيشبه باباه في الشكل. عايز الانتونيم، عايز المضاد بتاع كلمة resemble. يعني ايه resemble ده؟ يعني يشبه. عايز عكسها بقى. عكسها ايه؟ take after ولا similar ولا contrast with ولا look like ولا differ from. طبعا take after لا. similar يعني مشابه لا. look like يعني يشبه لا. differ from يعني يختلف عنه و contrast with يعني تناقض مع تنفع برضه. 118 people often not bread in soup. الناس عادة بتعمل العيش في الشوربة or sauce أو في بعض الصوص to add flavor عشان تزود الطعم. ما اعرفش انتوا عارفين ولا لا، بس في حاجة اسمها فتة. الفتة دي بقى بتحط العيش جوه الايه؟ الشوربة، بتدبه جوه الشوربة. أو في ناس البيك رولز يا جماعة ده عبارة عن يعني عيش انت بتدبه ساعات في الصوص، يبقى انت تعمل ايه؟ دب يعني يغمز. نهى said that. said يا جماعة كلمة دالة على أو كلمة من كلمات النميمة. تبقى دي جملة دايركت ولا indirect؟ indirect. بما ان هي جملة indirect فده هنعمل تحويل. طب هنعمل تحويل، نشوف بقى هتجن ده زمن ايه يا جماعة؟ هتجن ده زمن وقت. طب ايه الوحدة اللي متحولة هنا؟ tonight today؟ لا tonight هتبقى المفروض that night، وtoday المفروض تتحول تبقى ايه؟ that day. فهما الاثنين كده مش متحولين. طب now المفروض تتحول تبقى ايه؟ then. مش هتنفع. طب ايه الوحدة اللي متحولة كده يا جماعة؟ هي that night. حسن told Mona that she was the most beautiful girl he not ever seen. حسن أخبر منى إن هي أحلى بنت هو شافها في حياته. طبعا هنا في told، وtold ده فعل نميمة، والنميمة تبقى indirect، والindirect نعمل تحويل، والتحويل هيخلينا نختار had ever seen. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا الريفيو السريعه دي. خلصنا يا جماعه التقييمات بتاعت اولى ثانوي بتاعت الترم الثاني بالكامل. ان شاء الله الفيديو يكون في ليك يقدر يجمع لك كل الافكار من معظم اليونت. وخلي بالك ان زي ما قلت لك في اول، الوزاره قايله ان بنسبه 90% الامتحانات او الافكار مش تخرج بره ده. يعني من الاخر الفيديو ده انت لو خلصته بتركيز، ذاكرته بتركيز، انت بنسبه 90% تقدر تجيب الفول مارك ان شاء الله. موضوع سهل محتاج تركيز جدا 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 جدا. لو انت عايز اي تفاصيل هتلاقي الفيديو التاني بتاع الشرح التفصيلي تحت في الديسكربشن، او ممكن تلاقيه على القناه لو احنا نسينا نحطه لك. هتلاقي برضو فيديو تاني للايساي، ازاي تكتب ايساي بطريقه كويسه جدا. هتلاقي كل التفاصيل دي في الفيديوهات في الشانل. المهم ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل الجرس عشان توصلنا اول. سلام عليكم.